أثار الرجل الذي كان واقفا خلف نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان يوم الإعلان عن تنحي مبارك عن الرئاسة أثار اهتمام آلاف من رواد المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك تويتر، وذهب البعض إلى إنشاء صفحات خاصة به. قرر الرئيس محمد حسني مبارك ظهوره العابس خلف عمر سليمان لحظة الإعلان التاريخي عن تنحي مبارك لفت إليه ملايين، فأثيرت التكهنات حول هويته، وبدأت حملة تناقل رسائل وصور بين رواد الإنترنت. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أنشئت له خصيصا صفحة على فيسبوك أطلق عليها رابطة محبي الراجل اللي وراء عمر سليمان. تصفحها أكثر من 1000 شخص، كل واحد منهم وصفه على طريقته. وتفاوتت الأوصاف بين حارس أوباما الشخصي وقائد الاستخبارات في الاتحاد السوفيتي السابق وأحد المقربين من هتلر، واقترح أحدهم أن يقود المنتخب المصري في الفترة المقبلة. بل وأجمع رواد فيسبوك وتويتر على أنه أحد أشهر 3 رموز المصرية إلى جانب ميدان التحرير والناشط وائل غنيم. وتناقل البعض أن أوباما يعقد اجتماعات مكثفة للكشف عن هويته، وأن 4 بنوك أوروبية أعلنت تجميد أرصدته إلى حين الكشف عن هويته. البعض اعتبر هذه الصفحة مهينة بحق الرجل، ودفعت بشاب قال إنه نجله إلى إنشاء صفحة مضادة أوضح فيها أن الغامض الذي يقف وراء سليمان هو المقدم أركان حرب حسين شريف. وقد زار هذه الصفحة أكثر من 22,000 معجب، بادر كثير منهم إلى كتابة رسائل اعتذار عليها، لم تخلو هي الأخرى من السخرية، إذ طلب أحدهم تقدير الرجل الذي وراء سليمان لكونه حارب 3 مرات واستشهد مرتين. كان من المعتذرين الناشط وائل غنيم الذي أكد أن التعليقات مجرد نكات لا تقصد بها الإهانة الشخصية. سهام الزموش، العربية.